السلام عليكم. كيفاه الواحد يحافظ على قراءة القرآن وعلاش لا حفظه؟ باش نعطيكم دي زيتاب صغار على الاخر ومراحل وحاجات تعتمدوها بإذن الله باش تشدوا صحيح في قراءة القرآن ويولي لكم عادة من عادات حياتكم، وعلاش لا ما نحفظوش وما نرتقيوش برواحنا. شوفوا يا جماعة، بالنسبة للناس اللي ما هيش متعودة تقرأ قرآن أو تقرأ مرة في الفيل أو شهر تقرأ و20 ما تقراش، هذوما نصيحتي ليهم أول ما ترجع تقرأ قرآن ما تشدش بال20 ورقة في النهار ولا ب30 ورقة، ولا تحب تختم في جمعة ولا تحب تخدم في شهر. لا، راهو طبيعتك وعادتك باش تغلبك. يعني الحاجات اللي تبرمجت عليهم انت قبل ما همش باش يخليوك تدخل العادة هذه الجديدة لحياتك، بالعكس باش بدنك باش يتعب وباش يفد وباش يخليك انت تقلق وتفد، وماهوش باش يخليك تستمر في قراءة القرآن. لذلك حاول برمج روحك يوميا تقرأ صفحة، أو بعد كل صلاة تقرأ صفحة بشوي بشوي. الجمعة الأولى مثلا كل بعد صلاة صفحة، أو في اليوم كامل صفحة. الجمعة الثانية في اليوم كامل صفحتين. في الجمعة الثالثة 3 صفحات، إلى أن تولي عادة يومية في حياتك قراءة القرآن. وبالتالي وقت اللي سيد تحس روحك ما عادش تنجم تقوم من الصلاة إلا ما تقرأ صفحة أو صفحتين أو ما تيسر لك، دونك في الوقت ذاك تولي تزود صفحتين تولي 4 تولي 6، تولي تزود، تولي تزيد في الكمية الصفحات اللي انت باش تقراها لين من غير ما تشعر تولي بإذن الله تختم في ساعة، وتولي عادة عندك كيما انك تمشي تصلي ما تنجمش زادة ما تمشيش وتشد كتاب القرآن وتقرأ. هذه البرمجيات اللي تخلينا ندخلوا القرآن في حياتنا ونستمروا عليه، مش مرة نقراو 20 ما نقراوش، ولا شهر نجو نختموا فيه كومبليتمون كيما شهر رمضان، وبعد شهر رمضان الناس الكل ما عادش تحب تقرأ أو تتكاسل أو إلى آخره. ما تفرسيش على بدنك، واحدة لين تولي عادة في حياتك، وبالتالي تولي تمارسها بكل تلقائية. وبالنسبة للناس اللي يسألوني ديما على كيفاش نجم نختم في أسبوع، إذا تحب تختم في أسبوع عليك بقراءة 100 ورقة يوميا. هذوما نحكي فيها للناس اللي متعودة على القراءة، اللي تقرأ عادي ما يقلقهاش حتى 200 ورقة في النهار خاطر تعودت، وسبحان الله ربي ييسر، راه قراءة القرآن ميسرة. وبالنسبة للناس اللي تحب تحفظ، أنا ننصحكم ما تحفظوش في الأول من غير معلمين. في الأول يا امشي المدرسة قرآنية، خوذ الأحكام، خوذ الباز، ومن بعد انطلقت في رحلة المسيرة متاعك وأقرأ ويصلحوا لك إلى آخره. على خاطر علاش نقول لك ما تبداش تحفظ وحدك؟ على خاطر إذا حفظت بالغلط راهو صعيب باش تصلح الحاجة اللي انت حفظتها. سبحان الله. فأنا نخير ونفضل إنه نحفظه من الأول بالصحيح، باش الحاجة كي ترسخ في المخيلة متاعنا وفي الذاكرة متاعنا ترسخ صحيحة، ما نقعدوش نعاودوا ونصلحوها. خاطر أنا تحط في الخطأ هذا، حفظت قبل لوحدي ومن بعد كي مشيت المدرسة قرآنية هم وين وأنا وين، لقيت روحي الحصيل والأحكام بريسك كلها غالطة، فجتني صعوبة إني نعاود نحفظ معاهم خاطر حاجة ديجا حفظتها، دونك من غير ما نشعر باش نعاودها بالحفظ الخاطئ اللي انا حفظته. دونك نصيحتي لكم اذا تحبوا تحفظوا قرآن امشيوا المدارس قرآنية. عنا في تونس ما شاء الله مدارس قرآنية ما شاء الله عليهم. ننصحك امشي الناس مختصة، ما تقعدش هاو جروب انترنت هاو جروب، لا، جرب ترني كل شيء ونعطيك الزبدة من الاخر. امشي، حاول امشي الى مدارس قرآنية، وحاول انك القرآن ما تاخذوش بنية اني نحب نحفظ وكهو باش يقولوا الناس عليا حافظ، والا القرآن راني نحب نقرأ وذاك هو باش اللي يشوفوني يقول والله هو يقرأ في القرآن. لا، كي تقرأ القرآن بنية انه يكون لك شفيع معناها يوم القيامة، وانه زاد بنية انه ربي يرشدك انك تعمل بيه، مش الفايدة اني نقراه او اني نحفظه او اني نلوي به لساني وذاك هو. لا، راه القرآن
اي آية واي سورة قريتها حاول ارجع وخذ من وقتك شوية وادخل على الانترنت وشوف التفاسير وشوف علاش ربي هبطهم، خاطر ربي ما يعملش حاجة اعتباطية. شنو الدرس اللي لازمنا نتعلموه مك الآية هذيك، علاش ربي سبحانه حط لنا الآية هذيك، وشنو المغزى وعلاش وكيفاش، وبتبت واسأل ولوج وابحث يعني في الاشياء الصحيحه باش انت تولي تعمل بك الحاجه هذيك. علاش؟ على خاطر القران راهو مغير للحياه 360 درجه. اذا عندك حياتك متبلوك، اذا عندك هم، اذا عندك غم، اذا عندك ما نعرفش انا سحر، اذا عندك عكس، اذا عندك راهو شفاء من كل داء، شفاء من الامراض النفسيه، شفاء من الامراض العضويه، شفاء من اي حاجه تتخيلها في من البلوكاج اللي موجود لنا في الحياه. علاش؟ خاطر نحن مانيش فاهمين شنو اللي مطلوب منا، شنو رسالتك بالضبط في الدنيا. وبالتالي هو عباره على كما نقولوا نحن حياه، دستور، حاجة توريك منين تمشي وين تقف وش تقعد وش تاكل وش تعمل بالتفصيل الممل. وإن شاء الله ربي يهدينا ويهديكم، وإن شاء الله ربي يثبتنا، خاطر الثبات راهو الاستمرارية أقوى من كل شيء. راهو إنك تشد حاجة مش مهم قد ما إنك تستمر على الشيء هذاك. ننصحكم خذوا بالنصيحة هذه، خاطر راني جربتها وعطات أكلها معايا بيرسونيلمون، وإن شاء الله ربي يهديني ويهديكم. إن شاء الله ربي يعطيني من ما سأله منه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شاء الله ربي يعطيكم الخير الكل، وإن شاء الله يا ربي نشوفكم في أعلى المراتب، وإن شاء الله يا ربي يحسن خاتمتي وخاتمتكم. السلام عليكم.